ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا نص كيلو بدنجان رومي. هقشره وهقطعه كده بالطول. السمك بتاعه هيبقى تخن سنتي كامل، وهقطعه كده صوابع، بس صوابع سميكه شويه. بعد كده انا هحضر له الخلطه بتاعته: نص كوبايه لبن وبيضايه وتوم باودر وبصل باودر وملح وحبه شطه. هنا بقى هسلق معايا قرنبيطه حلوه كده كمان، هعملها معاها، هسلقها كده سلقه حلوه. هعمل هنا بقى بعمل خلطه القرنبيط: بيضتين، ملح وفلفل وبابريكا، وخمس معالق دقيق وثلاث معالق نشا، وهحط معلقه كاري. هحضر خلطه القرنبيط كده واركنها واوريكم. القرنبيطيه طبعا اتسلقت وبركنتها على جنب. دي بقى الخلطه بتاعت الباذنجان اللي قلت لكم: توم باودر، بصل باودر، توم، شطه. الخلطه بقى هنا: البقسماط اللي معايا بقى كوبايه بقسماط، على 3 معالق دقيق، على 5 معالق نشا. قلبتهم في بعض، وهبتدي بقى اغطس بقى الباذنجان ده، وهطلع احطه في البقسماط كده زي ما انتم شايفين. بجد الطريقه دي حلوه قوي، وبتخليه ولا بيشرب زيت وبتخليه ناشف. جربوها هتلاقوها طريقه حلوه قوي. هنزل طبعا كده بيه في الزيت، هقليه لغايه ما اخلص الكميه كلها. هنا بقى هغطس القرنبيط في الخلطه بتاعته، وهبتدي برده اطلعه على على البقسماط بالدقيق بالنشا باللي انا عاملاه ده. هخليه يشرب كده من البقسماط كده، اقلبه فيها تقليبه حلوه. انا هنا كله بغطسه وبحطه على البقسماط، وهرجع تاني طبعا في النشا زي ما انتوا في البقسماط كده زي ما انتوا شايفين. هقلبه كله في البقسماط وهركنه لغايه ما اخلص الباذنجان كله. وهنزل بقى بعد ما اخلصه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا قد ايه شكله تحفه كده وناشف، ويا سلام ده في سندوتشات كده مع طعميه مع حاجه خطيره. بفتح قلبه، وقلبه هو بيبقى مقرمش وقلبه طري من جوه. خلصته هنزل بقى بالقرنبيط. هفضل كده لغايه ما القرنبيط كله كده هقلبه، هياخد وشين والحته برضو وزي ما انتم شايفين كده تحفه. والله بجد جربوا الطريقه دي هتعجبكم. وحبه سلطه خضراء كده وحبه مخلل وعيش بلدي، بألف هنا وشفا.